في حقيقة مرعبة محدش بيتكلم عنها. الذكاء الاصطناعي مش بس بيتعلم، ده بقى بيفكر. وناس بتقول إنه قريب ممكن يسيطر علينا. في الفيديو ده هتعرف القصة الكاملة، من يوم ما كانت فكرة في دماغ عالم لحد ما بقت واقع بيغير العالم كله. استعد، لأن اللي هتسمعه ممكن يغير نظرتك للمستقبل إلى الأبد. في يوم من الأيام كان الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة خيالية بنشوفها في أفلام السينما وأحلام العلماء. بس النهاردة بقى واقع بنعيشه في كل لحظة. هو اللي بيكتب وبيرسم وبيقود العربيات وبيتكلم معانا كأنه إنسان حقيقي. في الفيديو ده هنسافر سوا في رحلة عبر الزمن، من أول لحظة اتولدت فيها الفكرة لحد اللحظة اللي العالم كله بدأ يخاف فيها من سيطرة الآلة. القصة بدأت سنة 1950 لما العالم البريطاني ألان تورينج سأل سؤال بسيط غير التاريخ: هل الماكينة تقدر تفكر؟ السؤال ده كان الشرارة الأولى، بس ساعتها كانت أجهزة الكمبيوتر ضخمة وبطيئة، والعلماء ما كانوش عندهم الإمكانيات. رغم كده ما استسلموش، كانوا بيحاولوا يعلموا الآلة إزاي تفكر، بس كل محاولة كانت بتنتهي بالفشل. وبرغم الإحباط الحلم ما ماتش، بالعكس كان بيكبر يوم ورا يوم. وفي صيف سنة 1956 اتجمع جمعة علماء في جامعة دارتموث في أمريكا. هناك اتولد مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة، ومن اليوم ده بدأ السباق علشان يبنوا آلة تفكر وتتعلم زي الإنسان. بس مع الوقت اكتشفوا إن عقل البني آدم أعقد بكتير من اللي كانوا فاكرينه. المشاريع وقفت والتمويل قل، ودخلنا في فترة اتسمت شتاء الذكاء الاصطناعي. في الثمانينات الأمل رجع تاني، الكمبيوترات بقت أسرع والبرامج أذكى، وظهرت الأنظمة الخبيرة اللي بتقدر تشخص أمراض أو تحلل أسواق. كانت خطوة كبيرة بس لسه محدودة. الآلة ما كانتش تقدر تتعلم لوحدها، بس الدنيا كانت بتتغير سريع، والعالم كان على ميعاد مع ثورة حقيقية. وفي أوائل الألفيات ظهر مفهوم جديد: التعلم الآلي. يعني بدل ما نبرمج الآلة خطوة بخطوة، نعلمها إزاي تتعلم بنفسها. الآلة تشوف آلاف الصور وتتعلم تفرق بين كلب وقطة، تغلط مرة تتعلم بعدها. وده كان المفتاح اللي فتح باب عصر جديد تماماً للذكاء الاصطناعي. والسنين الأخيرة شافت انفجار في قدرات الذكاء الاصطناعي، من شات جي بي تي اللي بيكتب ويتكلم، لميد جيرني اللي بيرسم صور خرافية، والحد صورة اللي بيعمل فيديوهات كاملة من مجرد فكرة. العالم اتغير في لمحة عين. شركات بدأت تستغنى عن موظفين، والمدارس بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي في التعليم. بس السؤال بقى مخيف: هل ده مستقبل مزدهم للبشر ولا بداية النهاية؟ بعض العلماء حذروا وقالوا: الذكاء الاصطناعي ممكن يخرج عن السيطرة. تتخيل آلة تتعلم إزاي تخدع الإنسان أو تقرر أنها أذكى منه؟ دلوقتي في أنظمة بتكتب كود لوحدها وبتفكر بطرق إحنا نفسنا ما بنفهمهاش. الخطر مش في التقنية نفسها، الخطر في اللي بيستخدمها. وبرغم كل المخاوف، الذكاء الاصطناعي فتح أبواب للأمل. بيساعد الدكاترة في علاج السرطان، وبيحذرنا من الكوارث الطبيعية، وبيطور التعليم في كل حتة. هو مش عدونا، ده مراية لعقلنا إحنا، عقل عبقري ومخيف في نفس الوقت. المستقبل مش للآلة، لكن للإنسان اللي يعرف إزاي يستخدمها. بس السؤال الأهم: إحنا في العالم العربي فين من الثورة دي؟ الذكاء الاصطناعي ما عادش رفاهية، ده بقى لغة المستقبل. دول كتير بدأت فعلا تدخل الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات. شركات عربية بتستخدمه في الطب والزراعة والإعلام. تتخيل مزرعة ذكية تراقب المحاصيل وتتنبأ بالأمراض قبل ما تحصل. وتتخيل إعلامي عربي يعمل محتوى كامل بالذكاء الاصطناعي في دقايق. الفرصة موجودة، بس اللي هيفوز هو اللي يتعلم ويبدأ، مش من بكرة. الذكاء الاصطناعي مش هيبدل الإنسان،
بس هيبدل الإنسان اللي ما يعرفش يستخدمه. وده هو الفارق بين اللي هيتقدم واللي هيفضل واقف في نفس المكان. في النهاية، الذكاء الاصطناعي مش مجرد اختراع، ده مراية بتعكس عقل الإنسان نفسه، عبقري، طموح، وأحيانا خطير. هو لا شرير ولا طيب، هو أداة تعتمد على اللي بيستخدمها. ولو استخدمناها بحكمة، ممكن تبقى سبب في نهضة جديدة للعالم كله، في الطب والتعليم والفن والسلام بين الشعوب. الذكاء الاصطناعي هو البداية مش النهاية، بداية عصر جديد من الفهم والمعرفة، عصر الإنسان الذكي اللي بيصنع آلة أذكى منه، بس هتفضل دايما من صنعه هو. وبكده يا صاحبي نكون شفنا إزاي الذكاء الاصطناعي بدأ من حلم صغير وبقى قوة بتغير العالم كله. بس السؤال اللي لسه محدش جاوب عليه، إحنا جاهزين للمستقبل ده؟ اوعى تنسى، الذكاء الاصطناعي مش خطر لوحده، الخطر إننا ما نتعلمش نستخدمه صح. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في الحلقة الجاية، لأن اللي جاي أخطر بكتير.